بنت مراهقة بتدخل مدرسة داخلية لكنها بتتصدم لما بتلاقي ان كل البنات اللي فيها متحولين للروبوتات. انتوا بتسمعوا محمد شمس وده فيلم من الاخر، وما تنسوش اللايك والسبسكرايب المتين. فيرونيكا بنت مراهقة وبقت مش مهتمة بدراستها ولا حتى اوامر مدرسينها، وكمان ما بتسمعش كلام اهلها، وبقت مش بتذاكر دروسها. وبتعرفها المديرة بتاعتها بانها كانت من اشطر الطلبة عندها في المدرسة، لكنها اهتمت بالانشطة البيئية زيادة عن اللزوم، وده اللي خلاها تبقى مهملة في دراستها. وبسبب ده المديرة بتفصل فيرونيكا من المدرسة. وفي البيت ابوها وامها بيكرروا نفس الكلام بانها بقت مهملة لعلاقتهم بيها جدا، ومش بتقعد معاهم ولا بتتكلم معاهم زي الاول. وبيعرفها ابوها بانه قدم لها في مدرسة داخلية علشان تكمل تعليمها هناك، ده لان مفيش مدرسة تانية هتقبلها بعد ما اترفضت. وتاني يوم في المدرسة بتكون المديرة جيني بتستقبل فيرونيكا بنفسها، وبيتفاجئوا كلهم بان كل البنات ليهم نفس قصة الشعر، وان صوتهم واطي جدا ومؤدبين ومش بيعملوا اي دوشة. وبتوصل بنت منهم اسمها هيدز، وبتعرفها المديرة بان هي هتبقى زميلة فيرونيكا في نفس الأوضة، وبتاخدها على غرفتها على طول بعد ما بتودع ابوها وامها. وفي غرفتها الكئيبة بتطلع فيرونيكا مشغل الموسيقى بتاعها وبتشغله، لكن هيدز بتصرخ فيها وبتعرفها انه ممنوع، وبتقفل المشغل على طول، وبتعرفها ان المزيكا ممنوعة هنا في المدرسة بأي انواعها. وتاني يوم في حصة التاريخ بتقاطع مدرس التاريخ اللي بيشرح، لكنه بيعرفها ان مقاطعته اسلوب همجي وانه هيتغير خلال ايام وما تقلقش من الموضوع ده. وبعدها بتروح على غرفة المديرة وبيكون معاها الكوافير ويلش اللي بيحدد لها ميعاد بعد يومين لتصفيف شعرها. وبالليل بتحاول فيرونيكا تهرب، لكنها بتقابل بنت اسمها كلير وتعرفها بان السور متكهرب وان في حراس بعد السور دي لو عدت يعني هيرجعوها تاني. وبتعرفها ان في بنتين حاولوا يهربوا قبل كده لكنهم ماتوا. وبتعرفها كمان على سر جيني وهو قصة الشعر، وبتوريها عملية البنت بتصرخ مربوطة على كرسي، وبتطلب من المديرة جيني وويلش المصفف انهم يفكوها من على الكرسي وهتكون مؤدبة وتسمع الكلام، لكنهم بيتجاهلوا كلامها. وبتنزل بلورة ازاز على دماغها وبتعمل لها عملية غسيل دماغ وقصة للشعر، وبتتحول في نفس الوقت زي الروبوتات. وبتقول كلير ان سبب حادثة عملتها قبل ما تيجي المدرسة بان في شريحة مركباها في دماغها وهي اللي حمتها من عملية التحويل دي، وان اختها معاها في نفس المدرسة بس مش قادرة تهرب معاها ولا حتى تسيبها بعد كل اللي شافته هنا. وتاني يوم بتعرف جيني من فيرونيكا انها شافت عملية قص الشعر بطريقة غير مباشرة هي وكلير اللي مش مؤثر فيها العملية دي، واللي بتاخد كلير وبتحولها بعديها زيهم على طول. ولما بتستسلم فيرونيكا بتروح تقعد على سريرها، وبتدخل عليها هيدز زميلتها وبتتكلم معاها فيرونيكا عن ذكرياتها وان هي بتديها مشاهد موسيقى وبتشغل لها الاغنيه اللي كانت بتحبها علشان دي اخر مره هتسمعها فيها. لكن هيدز بتصرخ وبترجع تاني لطبيعتها، وبكده تكون لقت فيرونيكا الطريقه اللي بترجع بيها كل البنات تاني لطبيعتهم، وبتنجح انها ترجع كل البنات فعلا وبيرقصوا مع بعض من الفرحه في جنينه المدرسه انهم رجعوا تاني. ولحد هنا يكون خلص فيلمنا، وتنسوش بقى لايك شير سبسكرايب فيلم الاخر عشان يوصلكم كل جديد.